ايه صحة المقولة اللي بتقول ربي إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ يأسفني اقول لك ان المقولة دي لا تجوز، وانا عارف ان انت اول مرة تسمعي الكلام ده، وناس كتير قوي هيستغربوا. المقولة دي لا تجوز، صحيح هي مأثورة عن ابن عطاء الله السكندري، لكن يعني الحق حق ان يتبع، فماذا بعد الحق الا الضلال. خليني اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي ربنا يقول ايه وانت احكم. بس قبل ما اقول لك النبي كان بيدعي يقول ايه، انت بتقول ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه، صح؟ طيب افترضنا ربنا يبعد عنا وعنكم الشر، ربنا قدر انك بتسير بالسياره بتاعتك وعملت حادث، وانت قلت الدعاء ده قبل ما تخرج من البيت، وكان ربنا مقدر ان انت تموت. انت بتقول له ولكني اسالك اللطف فيه، اللطف فيه مثلا ان انت بدل ما تموت رجلك تتكسر او ايدك تتكسر او انك تتعمي، هتقول لي لا انا مش عايز كده. يبقى قصدك تقول ايه بقى؟ يبقى ندعي زي ما النبي كان بيدعي. دي بقى بتجرنا للنقطه الثانيه اللي هي ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، وهنعمل فيديو بعد كده يعني ايه الدعاء بيرد القضاء. النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ويقول سلوا الله العفو والعافيه والمعافاه، اللهم اني اسالك العفو والعافيه. يبقى بدل ما تقول ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه، تدعي وتقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه، ان ربنا يعافيك اصلا من البلاء ده. اقول لك دعاء جميل النبي كان بيقوله، كان عليه الصلاه والسلام من دعائه انه يقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. شوف النبي بيقول ايه؟ سوء القضاء، الحاجه اللي نازله انت مش قادر تستحملها دي كانت سوء قضاء بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام. افعال الله كلها خير، افعال الله كلها خير، لكن كانت بالنسبه للبشر كانت النبي ما يقدرش يستحملها، ده سوء بالنسبه له. يبقى الخلاصه عشان نخرج من الفيديو بمعلومه مفيده، ادعي زي ما النبي دعا. لازم الناس كلها بتدعي، مالكش دعوه بالناس، انت مأمور باتباع الرسل، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش اتبع الناس. يبقى غير الدعاء ده وقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه، اللهم عافني في ديني ودنياي، كما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي. بس كده. لو عندك اي سؤال حطه في تعليق وان شاء الله هرد عليك. شكرا.